السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ فاتيك الثاني. معكم فاطمه الزهراء. الاقتراح ديال اليوم كيف كتلاحظوا معايا غنشارك معكم واحد الكرطان خفيفه مزربه كيف كنقولوا في الاوركلاد. فعلا كيجي رائع السحيق الجلبه. هنا غنديروا في الاوركلاد كيف ما قلت لكم تحضروا بالطريقه الكلاسيكيه المعتاده. كنسلقوا البطاطا بحدا ونشحروا شويه البصله وكنصفيو. كنديروا صوص بشاميل وكنديروا في مول كندخلوا الفران درجه الحراره اللي بغيتو على حسب الفران اللي عندكم. بطبيعه الحال الفرماج او الجبن من الفوق وكنزينوه بالمعدنوس. انا غنحضروا في الاوركلاد. غندير كلشي دفعه واحده حتى البطاطا غادي نقليها وغادي نطيبها فيه. فعلا طبق يستحق الجبه كيجي بنين. انا درت غير البطاطا وصوص بشاميل كيف قلت لكم ديروا شويه الكفته كيف قلت لكم ديروا الصوصيط اللي بغيتو او الدجاج. دائما كيف العاده ما غاديش نطول عليكم. غنخليكم على المقادير وكذلك طريقه التحضير. فرجه ممتعه. ندوي على بركه الله. هنا من بعد ما سخنت الاوركلاد على درجه حراره 270 مود مانيوال ضفت زيت نباتيه وبصله صغيره بيضه ودرت شويه ديال الملحه باش تدبل وتشحر بسرعه. صافي نخليها غتشحر غير شي شويه ماشي بزاف لان البصله بيضه دغيا كتذوب دغيا كطيب وعاد نزيد غير طيب مع البطاطا. كيف كتلاحظوا غير الذهب اللون ديالها غير شويه. هنا قطعت البطاطا على حسب عدد افراد الاسره قطعتها طريفات. ممكن تقطعوا طريفات صغار الا بغيتوا تربحوا الوقت حتى هذه طابت ليا بسرعه. هنا في الاخر ضفت زيت الزيتون وفلفل حريف وزدت شويه ديال الملحه. ممكن ديروا حتى البزار. ما بغيتش ندير زيت الزيتون في الاول باش ما تحرقش. صافي وغادي ندير الماء طيب وغادي نروي به. كيف كتلاحظوا غندير غير شي شويه ماشي بزاف. كيف كتلاحظوا راه ماشي الماء طلع الفوق ولا غير تقريبا في النص فداك. انا نوريكم بحال هذا الشكل هذا ماشي بزاف. كيف كتلاحظوا ما غير شي شويه الوقت اللي غطيف فيه البطاطا. فاش غندير البيشاميل غيكون الماء نشف هو هذاك غتجي هي هذيك. وانتم درتوا الماء قليل وبغيتوا تزيدوا زيدوا. هنا في هذا الحين اللي كطيف البطاطا انا كان عندي الفرماج طحنته قلت نحيدو عليا حتى هويا. صافي طحنته درت ليه 5 ديال الثواني او 4 ديال الثواني السرعه 7. فعلا 4 ديال الثواني درت ليه السرعه 7 بسرعه. الطحاليه انا طحنته على الشكل يكون رقيق لان محتاجه في وصفات اخرى بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ديروا غليظ بحال الشكل ديال الموتزاريلا اللي كنديروا في الكاطا. انا قطعته على هذا الشكل هذا كيف تلاحظوا معايا. هنا على الفرماج اللي عندي في الثلاجه خلطته كاين بزاف الاشكال هنايا كاع خلطتهم كاملين ودرتهم في واحد البواطه. فيما نبغي شي كغاطا ولا كا ولا شي ساندويتش صافي راه كنستعملو. هنا غندوز البيشاميل نفس البول ما غسلتوش لان فيه غير شويه ديال الفرماج. صافي درت طرف ديال الزبده تقريبا شي 2 معلقات كبار ولا معلقه كبيره عامره. وهنا بالنسبه للدقيق درت تقريبا 2 معالق كبار يكونوا عامرين. الا كانوا ما كانوش عامرين غير 2 معلقات. هنا الحليب غادي نضيف تقريبا شي 600 غرام. انا تقريبا خدمت عيني ميزاني مشيت مود ديال الصوص. هنا ما درتش ملحه غادي نضيفها من بعد كيف ما قلت لكم ديروا حتى الكوزه. هنا عطاتني 10 دقائق لان هو تيعبر الحليب وداك الكميه كامله كيعطيك امتى غادي يوجد. هنا غنضيف الملحه. يمكن لكم ديروا الكوزه ممكن ديروا حتى الضامه ديال البنات هي كتجي زوينه. الفلفل الحر حتى هو ممكن نضيفوه. الفرماج انا ما درت والو. هاد لاصوص جات بنينه غير بالملحه جات بنينه غير بالملحه. كيف كتلاحظوا معايا كتجي ليس ما فيها لا حبيبات لا والو. هنا من بعد ما طابت البطاطا كيف كتلاحظوا غادي نضيف ليها هذا الصوص هذه. والبطاطا راه ناشفه تماما نلقى فيها غير شي شويه ديال الماء والزيت راه كتشوفوا من الجوانب. لان فاش غندير هذا الصوص هذه مع الفرماج غتاخذ واحد 10 دقائق اخرى باش غادي تكراطينا وفي حين غادي تنشف الماء. صافي غنوزعها بهذا الشكل هذا. دائما درجه حراره 270. نضفت هذاك الفرماج من الفوق باش يعطينا هذاك اللون. كيتحمر حتى هو كيعطينا واحد البنه يكون زوينه. هنا باقي ما تحمرش مزيان وهذا هو الشكل ديالها. بغيتو تحمروها بزاف انا كيعجبني غير هذا الشكل هذا. هنا مع الاشعه ديال الضوء كاينه كثيره بزاف كيبان بيض. صافي غادي نزينوه بشويه ديال المعدنوس وكتقدموه بالصحه والراحه. فعلا الطبق كيجي رائع بنين. هنا ممكن نضيفوا صدر ديال الدجاج ممكن ديروه مع الكفته ممكن ديروا السوسيط الهوت دوغ تقطعوا تزيدوا مع البطاطا داكشي طيب كديروا اللي بغيتو. انا درت غير البيشاميل والبطاطا جا بنين بزاف. فعلا الطبق يستحق التجربه. كيف كتلاحظوا معايا غنقطعته مازال سخون خصوصا هذوك الجوانب تيكونوا مقرمشين ومع البلاك ديال الاركلاد ما كتلصقش الحساني كيجي محمر وما تيتلصقش. كيجي المذاق ديالو بنين الصراحه ما يشبعوش منه حتى الكبار وحتى الوليدات الصغار حتى هما يعجبهم. الى هنا كنوصلوا لنهايه ديال الفيديو. استودعكم الله الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.